بسم الله الرحمن الرحيم. خطة رمضان صبحي للعودة للنادي الأهلي من جديد، وشروط النادي الأهلي للموافقة على هذه العودة. كل الكواليس والمعلومات حصريا. محدثكم وافي عرفة على قناتكم الأهلوية. صلي على الرسول وندخل في الموضوع على طول. مين ما بيحبش رمضان صبحي؟ مين من الأهلوية ما بيحبش رمضان صبحي؟ ومين يقدر يختلف على مهارات اللاعب وشخصيته في الملعب؟ على الرغم من اننا ممكن نكون زعلانين منه، لكن زي ما قال الأسطورة بيبو: انا مش زعلان من رمضان، انا زعلان عليه. وفعلا بعد مرور الأيام أثبت بيبو إن الإحساس ده هو اللي مسيطر على كل الأهلوية. رمضان صبحي مع بيراميدز تحس إنه جسد بلا روح، مش بيلعب بمزاج زي ما كان بيلعب مع الأهلي، ولا بيلعب بنفس الروح. حتى الابتسامة غابت عن ملامحه، وواضح جدا إنه ندمان جدا جدا ومتأثر من يوم ما مشى من الأهلي. واللي بيأكد الكلام ده إنه إلى الآن رافض الانتقال للزمالك، على الرغم من إن الزمالك عرض عليه مبلغ خيالي يقترب من 100 مليون جنيه في موسم الانتقالات الماضية، وهو كان السبب الوحيد اللي إدارة الزمالك كانت هتبيع أحمد زي سيد زيزو على أساسه، للتخفيف من غضب الجماهير على رحيل زيزو نجم الفريق. وبعد كده تم استبداله بعبد الله السعيد وناصر ماهر. لكن إدارة الزمالك حست إن رمضان صبحي هو كان البديل الوحيد لرحيل زيزو، عشان كده لم يرحل زيزو إلى الآن. وده ما كانش أول عرض من الزمالك ولا آخر عرض، لأن الزمالك بيقدم كل يوم عرض جديد لرمضان، ومقابل مادي وامتيازات بتزيد يوم بعد يوم. لكن رمضان بيرفض كل العروض دي، لأنه عارف إن الانتقال للزمالك هيقطع عليه كل الطرق اللي ممكن تؤدي إلى عودته إلى النادي الأهلي من جديد. طيب إزاي رمضان بيفكر يرجع للأهلي؟ وإيه اللي هيقدمه للأهلي عشان يرجع مرة تانية؟ ومين معاه وبيخطط له لعودته للأهلي من جديد من الأسماء الكبيرة من الإعلاميين واللاعبين الكبار؟ وإيه هي الخطة أو الشروط اللي حددها الناس في مجلس إدارة النادي الأهلي عشان رمضان يرجع مرة تانية للنادي الأهلي؟ اعمل لايك للفيديو لو الكلام عجبك وعاوز تسمع الكواليس والتفاصيل. شوف يا عزيزي الأهلاوي، خطة عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي اللي بيخطط لها من زمان نجم الأهلي السابق إكرامي، والد زوجة اللاعب، وأكتر واحد زعل إن رمضان مشي من النادي الأهلي، وأكتر واحد نفسه إنه يرجع الأهلي تاني. وطبعا بيساعدوا على ده الإعلامي الكبير أحمد شوبير والثعلب عادل القيعي، واللي بيرسم لهم خطة جهنمية لعودة رمضان صبحي للأهلي. والخطة دي فريق عمل قناة الأهلوية جايبها لكم حصريا قبل أي حد. أول خطوة وأول شرط في الخطة دي، واللي هتتبني عليه كل الخطة، هو ماذا لو عاد معتذرا؟ يعني ايه الكلام ده؟ يعني في 3 شروط لعودة رمضان صبحي للنادي الأهلي عليه انه يحققهم لو عاوز يرجع الأهلي مرة تانية. أول شرط هو أن يقدم رمضان صبحي اعتذار صوت وصورة يعتذر فيه رمضان صبحي الجماهير الأهلي ومجلس إدارته، ويعترف فيه بندمه على كل ما فعل وحزنه الشديد على الابتعاد عن الأهلي، واستعداده لتقديم أي شيء للعودة من جديد للنادي الأهلي. ويكون فيديو مؤثر يحرك فيه رمضان مشاعر الأهلوية ويمهد الطريق لعودته من جديد. تاني شرط هو أن يعود مجانا، بمعنى أن الأهلي لن يدفع أي مقابل لعودة رمضان صبحي. وهنا يمكننا تحديدا أن نحدد ميعاد عودة رمضان صبحي للنادي الأهلي. لو لسه ما عملتش اشتراك في القناة اعمل اشتراك حالا، عشان الفيديوهات اللي جاية فيها أسرار ومفردات كتير جدا. نرجع تاني لميعاد عودة رمضان صبحي، وهو الوقت اللي هيقدر اللاعب يبقى لاعب حر ويمكنه الانتقال للأهلي مجانا. وبالنظر إلى عقد رمضان صبحي مع بيراميدز، نجد أن العقد ينتهي بنهاية الموسم القادم 2025، وهذا هو الميعاد المحدد في الخطة لعودة رمضان صبحي للأهلي، حيث بدأ رمضان صبحي بالفعل تنفيذ الخطة من الآن، وكان أولها عدم التصريحات الإعلامية والابتعاد عن الأنظار. ثالث شرط لعودة رمضان صبحي بعد الشرطين السابق ذكرهم، وهما الاعتذار والانتقال المجاني، هو أن يتقاضى رمضان صبحي مقابل مادي مساوي لفئة الناشئين داخل الفريق الأول للنادي الأهلي، وهو أقل راتب يحصل عليه أي لاعب في الأهلي، وهو ما سيتحقق بعد أن يقوم رمضان صبحي بالتوقيع على بياض وتقبله لأي مقابل مادي سيحدده الأهلي. وسيقوم الأهلي بتحديد قيمة العقد كعقود الناشئين، وهذا
يكون الأهلي قد استعاد رمضان صبحي وفي نفس الوقت قد أعطى كل اللاعبين درسا وجعل من هذا الموقف حدثا سيتذكره الجميع، ويتعلم منه جميع اللاعبين أن المكسب الحقيقي هو أن تكون جزء من الكيان، وأن الابتعاد عن الأهلي هو الابتعاد عن الحياة. لو أنت من المؤيدين لعودة رمضان اعمل لايك، ولو انت مش من المؤيدين سيب رأيك في كومنت واحنا هنرد عليك. لو شايف ان الخبر مجنون وصعب يحصل خليك فاكر انك سمعت عنه اول مرة على قناة اسمها الأهلوية وعملت عليها اشتراك عشان يوصلك كل جديد عند الأهلوية. والسلام عليكم.